الحمد لله استبصرنا خيرا ان جهه سوس ماسه جهتنا العزيزه كتعزز بالمستشفى المركز الشفائي محمد السادس، اللي صراحه صرح طبي اللي كنا كننتظروه واللي غيخفف هذا العبء اللي كيوقع، العبء الصحي المزري ان صح القول في جهه سوس ماسه. الحمد لله قلنا بعد ما تفتح هذا المستشفى ان غيكون واحد الانفراج ولو قليل في المشاكل الصحيه في الجهه، ولكن للاسف ما عشته شخصيا البارح واليوم خلاني انني كنقول باننا حنا كنصوروا فقط المنشآت وبعض التجهيزات اللي كاينين، ولكن ما واقع داخل الجدران هو شيء اخر منه ما سنسرده الان. البارح بعد ما جيت في الباب قال لك خصك تمشي تجيب واحد الورقه، هذه الورقه توجيهيه. قلب فين تجيبها، انا جاي من ولاد تيمه يعني واحد 44 كيلومتر، خصني نرجع 44 كيلومتر نقلب على طاكسي اللي ما كايناش في هاد البلاصه هادي. نتوما عرفتوا المستشفى فين كاين، ما كاين لا طاكسي احمر لا بلاصه طاكسيات ولا. السلام عليكم، معكم خالد كوبا. جيت للمستشفى الجامعي محمد السادس مدينه اكادير، سيدنا الله ينصرو ويشافيه. ملي جيت في الباب في الاستقبال قالوا لي شوف انا قاطع 36 كيلومتر ولا 40 ياك. جيت في الباب قالوا لي لابد تمشي تجيب ورقه من المركز الصحي، قال لك ما تدخلش ما يقبلوكش الا ما عندك هذه الورقه. وهذا الشيء لا يعقل ان ما يكونش عندنا الطوارئ، ما يكونش عندنا الانسانيه، نجي للمستشفى ويرجعوك 40 كيلومتر باش تمشي تجيب شي ورقه. هذا الشيء لا يعقل وغير مقبول، وغير مقبول بتاتا. مشيت جبت هذيك الورقه وجيت شديت النوبه ديالي، بقيت كنتسنى. فاش دخلت عطاوني الرونديو، وللعلم ان السيده مريضه بالمراره 5 شهور هذه، لان كانت دارت واحد الولاده قيصريه ومات ليها الجنين في كرشها وحالتها حاله يعلم بها الله. عطاونا الرونديفو قال لك الطبيب ما يكونش حتى الخميس ولا الاربع، واليوم الاربع. علاش ما يشوفها الطبيب اليوم الاربع؟ قال لك حتى الخميس ولا الاربع. مشينا للمستعجله